في يوم من أيام شهر مارس سنة 1968 أحد رجال المخابرات العامة المصرية استلم ملف من المخابرات الحربية، ومن الواضح كده إن الملف ده كان شكله غامض جدا، لأن العبارة اللي مكتوبة عليه توحي بالاهتمام، وممنوع لأي شخص ما يعرف إيه موجود داخل الملف ده إلا عدد معين من رجال المخابرات. وفي غرفة الاجتماعات المغلقة داخل مبنى المخابرات العامة المصرية بيتم فتح الملف أمام مدير المخابرات وعدد من رجاله، ولما فتحوا الملف لقوا جواه ظرف. الظرف ده كان عليه ختم باسم شخصية مرموقة في الجهاز وقتها، وكان معروف باسم حركي ومحاط بسرية تامة ما بين المخابرات العامة والمخابرات الحربية. ولما فتحوا الظرف وقرأوا مضمون الرسالة كان مكتوب في قلبها جملة واحدة فقط: جيش الاحتلال الإسرائيلي هينفذ عرض عسكري من أقوى العروض في تاريخه، واللي بيوافق يوم عيد الاستقلال يوم 3/5 سنة 1968. وبعد سرد الرسالة أمام الحاضرين سادت حالة من الصمت التام، وبدون نقاش ولا تفكير كل الحاضرين فضلوا يبصوا لبعضهم لمدة استغرقت أكتر من 5 دقايق، لأن العرض اللي هيتم في الموعد المحدد كان غير كل العروض العسكرية اللي شافوها قبل كده، وإن العرض ده هدفه يوجه رسالة قوية لجميع البلدان العربية وخاصة مصر. وعشان العدو يثبت أمام العالم كله الجملة الشهيرة بتاعتهم باسم الجيش الذي لا يقهر، وإن العرض العسكري اللي هيتم عبارة عن ترسانة ضخمة من أحدث أنواع الأسلحة، واللي تم نقلها من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. ومن المؤكد إن كل اللي هيحصل ده كان كارثة بكل المقاييس. بعد اللي حصل في نكسة 67 كان الجيش المصري بيسترد قوته وبيراجع كل الأخطاء اللي حدثت أثناء النكسة، فبالتالي العدو تسبب في خسائر جسيمة للجيش المصري من أسلحة ومعدات، وما كانش عندنا القدرة الكافية في مواجهة العدو. يعني مفيش سلاح، مفيش معدات، مفيش أي شيء يخليك تحارب مرة تانية. وبكونك بقى إنك تشوف حجم الأسلحة والمعدات اللي بتوصل للعدو وإنت واقف مكانك، فده يخليك محبط جدا جدا. المهم بعد قراءة الرسالة وتحليلها بدأوا يطرحوا عشرات الأسئلة ويشوفوا حل جذري لإنهاء الموضوع وإيه المطلوب تنفيذه. لكن في اللحظة دي بتواجه صدمة أكبر من الأول، لأن بيجي لهم رسالة في نفس التوقيت ده من تركيا عن طريق السفارة المصرية هناك، واللي تم إرسالها من خلال الملحق العسكري بتاعنا هناك هو النقيب محمد عبد الفتاح أبو الفضل. وكانت الرسالة مفاداة إن الصهاينة بيستعينوا بخبراء في صناعة القنبلة النووية من الهيدروجين عن طريق تطوير وأبحاث في مجال المياه الثقيلة. ولك أن تتخيل معلومتين في نفس التوقيت بتلك الخطورة، لو واحدة فيهم طلعت صح فأنت بتواجه مشكلة كبيرة، ولازم حتما ولابد تعرف وتتأكد من معلومة القنبلة النووية. أما بالنسبة للعرض العسكري فده بيتطلب من رجال المخابرات إن يكون لينا عين أثناء العرض العسكري، وعشان ده يتم محتاجين لشخص مصدر ثقة يطلع ويباشر ويقدر يلتقط ويصور كل الأسلحة والمعدات اللي هيتم عرضها مباشرة، وده كان صعب يحصل في وقت صغير زي ده. لكن رجال المخابرات في عملهم دايما مرفوض كلمة مستحيل مهما كانت المهمة. ولكل نقطة من النقاط اللي ذكرناها كان الحل موجود في آخر الرسالة بخط إيد النقيب محمد أبو الفضل، وقال لك إن الشخص المجهول اللي أنتوا بتبحثوا عنه عشان يكون قد المهمة فهو بالفعل متواجد معايا ومنتظر إشارة واحدة لتنفيذ العملية، واللي ليه اسم كودي بيتناسب مع شخصيته وهو جودة بيك. وهنا رجال المخابرات طرحوا عشرات الأسئلة كلها كانت بتدور في صلب العملية، وكان القرار النهائي إنه تم إرسال برقية للنقيب محمد أبو الفضل مضمونها إنهم بيطالبوا باستدعائه من تركيا للقاهرة عشان يشرح لهم طريقة تنفيذ العملية من كل جوانبها. واللي أول ما وصل لمبنى المخابرات العامة المصرية كان في انتظاره مجموعة من أكفأ ضباط الجهاز، واللي على رأسهم مدير المخابرات شخصيا، وكان مهتم جدا إنه يسمع كل كلمة وكل تفصيلة في العملية. وبعد السلام كان أول كلامه لما قال للنقيب محمد أبو الفضل: ادخل في الموضوع من غير مقدمات وقول لنا قدرت تطلع على المعلومة دي منين، والشخص اللي انت بتعتبره افضل مصدر ثقة ليك يبقى مين بالظبط؟ هل هو احد عملائنا في الخارج ولا شخص مجهول؟ وكان رد فعل النقيب محمد ابو الفضل لما قال لهم ان احد المندوبين اللي بيشتغل لحسابنا التقط المعلومة دي من واحد زميله درزي اسرائيلي، واللي كان بيدرس معاه في معهد رحبوت الاسرائيلي، وان الشاب الاسرائيلي ده عرف المعلومة عن طريق جنرال زميل لوالده شغال في وزارة الدفاع الاسرائيلي، وده طبعا بعد ما تابعنا المصدر الرئيسي وتأكدنا من صحة المعلومة. أما بالنسبة لجودة بيك صاحب الكود الخفي والاسم المجهول فده محتاج مني شوية وقت عشان أشرح لكم بداية قصته كانت إيه بالظبط وإزاي قدرت أتعرف عليه. الحكاية بدأت من سنة ونص تقريبا لما لقيت شاب داخل عندنا في مبنى السفارة المصرية في اسطنبول. الشاب ده كان تركي لكن ملامحه بتقول إنه شخص عربي بنسبة
100%. المهم الشخص ده طلب تأشيرة السفر عشان ينزل مصر، وقال إن سبب زيارته لمصر عشان يستكمل رحلة علاجه في القاهرة. الغريب بقى لما شفت بياناته كلامي طلع صح، وإن هو عربي واسمه محمد شهاب، تركي الجنسية وسعودي الأصل. وكان أحد الأسباب اللي خلاني أركز مع الشاب ده في طريقة كلامه وتصرفاته، كان كل مرة يدخل السفارة لابس نظارة سوداء طول الوقت وما بيرضاش يقلعها غير لما بطلب منه. الشيء المحير بقى واللي زاد فضولي أكتر إن شغلها دايما بيتطلب إننا نركز في التفصيلات الصغيرة، واللي غالبا كده معظم الناس بيعتبروا إن ده شيء عادي مش مهم بالنسبة له. وهو إنه كان حاطط إيده الشمال في جيبه دايما، وكأن في شيء هيحصل أو وضع استعداد هينفذه. وحتى لو طلبت منه يمضي على ورقة ما كانش بيطلع إيده الشمال من جيبه أبدا. ولحد هنا بدأت الصورة تكتمل قدامي، وأحط النقط على الحروف لما لقيت الشاب التركي ده بيقعد بالساعة والاتنين مع المترجم التركي عندنا في السفارة، وكلامهم طول الوقت بيأكد لي زي ما يكون كده يعرفوا بعض من زمان أو في صلة قرابة ما بينهم. لحد ما بدأت أسأل المترجم التركي وأقول له أنت تعرف الشاب ده منين؟ وإيه السر سواء كان قاعد أو واقف حاطط إيده الشمال في جيبه ولابس نظارة سودة دايما؟ رد عليه المترجم التركي وقال لي إنه كان صديقه في الطفولة ولينا ذكريات جميلة مع بعض، وكان بيجمعهم سكن واحد في نفس المنطقة. لكن بعد فترة والدي أخدنا وسافرنا الأرجنتين وقعدنا هناك 5 سنين. بعدها انقطعت الأخبار بيني وبينه، ولما رجعنا تركيا تاني حاولت أبحث عن صديق الطفولة، لكن عرفت إن هو ساب المنطقة بعد ما سافرنا إحنا كمان، وشاء القدر إننا نتجمع مرة تانية. وبعد ما النقيب محمد أبو الفضل شرح لهم في مبنى المخابرات الجزء المعلن من الحكاية، بدأ يحكي لهم الجزء الخفي في حياة محمد شهاب، وقال لهم بعدها بدأنا نعمل تحريات عنه، ومصادرنا أكدت إنه كان ضابط في الجيش التركي وقام بأعمال خطيرة ضد الجيش الكوري، وكان من ضمن الأفراد المعتمد عليهم في نقل المعلومات والتصوير ورصد الإحداثيات. وده غير كمان إنه كان أحد المسؤولين عن التدريبات العسكرية. وفي يوم من الأيام وأثناء العرض العسكري تم انفجار قنبلة بالخطأ أدت لإصابة عدد كبير من الموجودين أثناء العرض، وكان محمد شهاب واحد منهم. ولما تم نقله على أحد المستشفيات اكتشفوا أن الشظية اللي خرجت من القنبلة أثرت على عينه، وكان الأمر حرج جدا. ورغم إنه تم معالجته إلا إن النتيجة ما كانتش مرضية، ووصل بيه الحال في النهاية إنه تم فصله من الخدمة العسكرية وأصبح عايش بالإعاقة اللي في عينه. ودي كانت أحد الأسباب لما كنت بشوفه لابس النضارة السوداء طول الوقت. المهم لما خرج من الخدمة أخد مبلغ مالي كبير، فقرر إنه يستثمره في بعض المشاريع التجارية، فعرض الأمر على والده، فوالده قرر يساعده عشان يخرجه من الحالة النفسية اللي كان بيمر بيها، واداله مبلغ كبير يشتغل بيه. بعدها جمع المبلغ على بعضه، ويدوب لسه بيفكر يستثمر فلوسه في أي تجارة مربحة، وقع مع نصاب يهودي كان بيدعي إنه رجل أعمال كبير وبيمتلك أرصدة في البنوك وعنده شركات ومصانع في جميع أنحاء العالم. وعشان يثبت له ده كان منتحل أسماء شركات معروفة. وطبعا محمد شهاب في ظل الظروف الصعبة اللي بيمر بيها ما عليه غير إنه اداله كل اللي معاه في سبيل الشراكة، وفعلا جابوا الأوراق والعقود والموضوع كان ماشي قانوني. وإذ فجأة النصاب لم الفلوس كلها وفص ملح وداب، وكانت دي أكبر صدمة تعرض ليها محمد شهاب بعد خروجه من الخدمة العسكرية. وبعدها دخل في حالة نفسية وما كانش بيكلم حد، وفضل قاعد في البيت لفترة طويلة، لحد ما في يوم من الأيام أحد أصدقائه اللي كان معاه في الخدمة العسكرية كان جايله زيارة، ولما شافه لقى حالته مش مستقرة وظروفه المادية صعبة جدا، فقرر إنه يساعده ويتوسط ليه، وجاب له شغلانة في أحد الجرايد المحلية في تركيا، بحكم يعني إنه كان شغال مراسل في الجيش، ودي هتكون أنسب شغلانة ليه. وفعلا محمد شهاب راح واشتغل، ولكن بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبحكم إن شغله بيتطلب منه إنه يروح أماكن كتير عشان يصور أي حدث، رجع له التعب تاني اللي كان في عينيه لدرجة إنه امتنع يخرج من البيت. وعشان كده والده اقترح عليه إنه يروح يتعالج في مصر، ودي كانت أحد الأسباب اللي خلته يجي السفارة عندنا ويطلب التأشيرة عشان يسافر على مصر. وفعلا سافر، وبعد فترة العلاج وبدأ يبقى فيه تحسن رجع تاني على تركيا. الشيء اللي أبهرني بقى بشخصية محمد شهاب إنه كان شاب فيه مواصفات مش موجودة في أي شاب من سنه، كشخص واثق من نفسه، عنده درجة استيعاب مش عادية، لابق في الكلام، وبيتميز بالخفة والسرعة. وأكتر شيء جذبني ليه وخلاني أتابع كل تحركاته بنفسي لما شفته رايح يدور على الراجل اليهودي اللي نصب عليه، وقدر يوصل لمحل إقامته في تل أبيب، ولكن النصاب كالعادة قدر يهرب منه. بعدها محمد ما كانش قدامه حل غير انه يرجع على تركيا، ومن ساعتها بس وانا بتابع كل حاجه بيعملها. واخر حاجه وصلنا لها لمحمد انه كان بيتواصل مع طبيب عيون متواجد في المانيا، ومحمد كان بيستعد في تجهيز اوراق السفر عشان يستكمل رحله علاجه هناك.
وشاء القدر إن الطبيب ده ينقل كل أدوات العمل ويسافر على تل أبيب. وأول ما عرفنا الأخبار المفرحة دي كان عندي يقين بالله وواثق إنه لو سافر على تل أبيب هيتعالج وهيقدر كمان يوصل للراجل النصاب اليهودي اللي أخد فلوسه. وده غير إنه بعد الموقف اللي اتعرض ليه خلاه كاره اليهود. وأنا واثق جدا لو إحنا ساعدناه يتعالج ويسترجع فلوسه لا يمكن أبدا يرفض لنا طلب. واللي زي ما قلنا إن محمد شهاب قام بأعمال بطولية عظيمة يحترم عليها. وهنا بعد سماع الحاضرين للقصة ومناقشة الموضوع من كل الجوانب تم تسليم ملف العملية للنقيب محمد أبو الفضل ومحاولة تجنيد محمد شهاب في أسرع وقت ممكن. وبعد ما النقيب محمد أبو الفضل رجع تركيا بدأ فعليا في تجهيز أول خطوة في العملية، وطلب من المترجم التركي إنه يحدد له ميعاد مع محمد شهاب وتكون المقابلة عامة في أي مطعم هو يختاره. وهنا المترجم التركي نفذ كل اللي انطلب منه حرفيا، وتقابل النقيب محمد أبو الفضل مع شهاب في الموعد المحدد، وتمت المقابلة في أحد المطاعم المشهورة في اسطنبول. وعشان العملية ما كانتش تحتمل التأخير النقيب محمد أبو الفضل دخل في الموضوع على طول وقال للشهاب مبدئيا كده أنا أعرف عنك كل حاجة حرفيا، وعندي معلومات مؤكدة إنك خلال أيام هتسافر على تل أبيب عشان تتعالج عند طبيب عيون، وعشان كده أنا جاي أعقد معاك صفقة لو وافقت عليها أنا بأكد لك إنك مش هتكون خسران. مبدئيا كده كل مصاريف علاجك اعتبرها مدفوعة والزيادة شوية. ثانيا كل الفلوس اللي راحت منك بسبب النصاب اليهودي اللي بيدعي إنه رجل أعمال إحنا هنعوضك وهنرد لك أضعاف أضعافها. محمد شهاب وقتها كان رده حاسم وصريح لما قال له إيه المقابل عشان تعمل معايا كده؟ وبعدين أنت عرفت عني كل المعلومات دي إزاي؟ رد عليه النقيب محمد أبو الفضل وقال له إزاي وليه كل ده تعرفه قدام شوية، بس كل اللي أنا طالبه منك إنك تثق فيا وأنا مش جاي أضرك خالص، أنا جاي أساعدك. وأعرف كمان إنك مراسل شاطر وسبق وخرجت من الجيش بسبب تعرضك لشظية نارية. رد عليه محمد شهاب وقال له طب إيه المطلوب تنفيذه؟ النقيب أبو الفضل قال له حاجة صغيرة مش هتكلفك كتير وغالبا كده هتكون في حدود شغلك، وطبعا احنا مقدرين ده كويس وعارفين انك مصور شاطر، وكل المطلوب منك لما تروح تل أبيب تحضر العرض العسكري اللي هيتم داخل تل أبيب يوم 3 مايو اللي جاي. رد عليه محمد شهاب وقال له مش معنى العرض ده بالذات؟ النقيب أبو الفضل قال له بالمختصر المفيد العرض ده من أقوى العروض العسكرية، وإن جيش الاحتلال الإسرائيلي هيعلن في اليوم ده عن ترسانة ضخمة من أحدث أنواع الأسلحة والمعدات واللي بتشكل خطر رهيب على الوطن العربي كله، وإحنا أملنا في ربنا ثم فيك إنك تصور لنا المعدات والأسلحة اللي هيتم عرضها في اليوم ده. في الحقيقة محمد شهاب كان متجاوب جدا مع النقيب محمد أبو الفضل، خصوصا إنه ما كانش بيكذب عليه وشرح له كل شيء تفصيليا، بل كمان وعده إنه حقه هيرجع له وهيعوضه عن كل السنين اللي مر بيها. وهنا تم عقد شراكة بجد، واتفق شهاب مع النقيب أبو الفضل في تفاصيل العملية، وطلب النقيب أبو الفضل من شهاب وقال له أول ما توصل تل أبيب في فندق اسمه دان بانوراما، وده هيكون على بعد أمتار من الدايرة اللي هيتم فيها العرض العسكري، ومهمتك هنا يا بطل إنك تكون طبيعي زي المواطنين اللي هيروحوا يحضروا العرض، وأول ما العرض يتم تبتدي تصور زيك زي آلاف الناس اللي موجودين في العرض كنوع يعني من التباهي والتفاخر وقد إيه أنت معجب جدا بالعرض العسكري. وزي ما قلت لك لازم تبان إنك طبيعي جدا عشان ما تلفتش انتباه اي حد. وبعد ما تخلص مهمتك وتجهز الصور هتروح على ملهى ليلي شهير في تل أبيب اسمه إلينا، وهناك هتلاقي ترابيزة رقم 17 محجوزة باسم رافيل إسحاق جاكوب، هتقعد عليها وهتطلب مشروب، وبعدها ب5 دقايق هتحصل مشاجرة على الترابيزة اللي جنبك مع 2 كانوا سكرانين، وأثناء المشاجرة هيجيلك شاب لابس بدلة بمواصفات معينة. الشاب ده تركي واسمه أبو المكارم، ولازم تحفظ الاسم ده كويس جدا، وهو هيكون عارفك كويس وهو اللي هيبدأ معاك بالكلام وهيقولك أنا أبو المكارم وخالتك بتسلم عليك وعايزة تاخد كام صورة، ودي هتكون كلمة السر المتفق عليها. ولحد هنا أكون وضحت لك كل شيء. اتفقنا؟ اتفقنا. ونيجي بقى لمنتصف شهر ابريل سنة 1968 ويبتدي البطل محمد شهاب يصور كل قطعة سلاح موجودة أثناء العرض العسكري، واللي نجح في المهمة بنسبة 100%، بالإضافة إنه تم معالجته على أعلى مستوى وأخد مبلغ مالي أكبر من اللي افتقده. وبعد نجاح العملية بكام شهر وصلت رسالة تانية أقوى من اللي قبلها عن طريق المخابرات الحربية، واللي تم نقلها للمخابرات العامة المصرية، وكان مفادها إن الإسرائيليين بيسعوا في تنفيذ حاجة اسمها أطلس جيولوجي،
وإن الأطلس ده يعتبر هو واحد من أكبر المكاتب المعلوماتية في العالم، وبيمتلك العديد من المعلومات والخرائط عن كل الثروات المعدنية ومناطق المتعديين على أرض فلسطين اللي بتثبت إنها ملكهم. وفي الحقيقة المعلومة دي كانت في غاية الأهمية، ودفعت رجال المخابرات العامة المصرية إنهم يعرفوا هل المعلومة دي حقيقية ولا مجرد أكذوبة الصهاينة اخترعوها، في حين لو المعلومة طلعت حقيقية فده بيتطلب من رجال المخابرات إنهم يخترقوا المكان ويصوروه، وعشان ده يحصل كان لازم يستعينوا مرة تانية بالبطل محمد شهاب، واللي تم تكليفه بنفس الطريقة المعتادة، بس العملية كانت مختلفة شوية، وانطلب من محمد شهاب التوجه على مكتبة اسمها سواروفسكي عشان يتأكد من صحة المعلومة، واللي بدأ بالفعل في تنفيذ العملية. الغريب بقى إن المرة اللي فاتت لما محمد شهاب كان في وسط الجماهير وبيصور كل الأسلحة والمعدات الجديدة، العملية تمت وبنجاح، إلا إن المرة دي كان في حاجة غريبة شوية. بعد ما محمد شهاب قدر يتأكد من صحة المعلومة ويعرف إن الأطلس ده موجود حقيقي، قدر يصور كل حاجة، بل كمان أتيحت ليه الفرصة إنه يدخل أماكن ممنوع لأي حد يقترب منها، كأنهم قاصدين يعملوا ده معاه وعارفين هو مين كويس جدا. ومفيش أي حد يجرؤ إنه يدخل مناطق حيوية زي دي إلا إذا كان واحد تبع المخابرات العامة المصرية. ويؤسفنا أقول لك بعد ما محمد شهاب صور اللي هو عايزه، راح بعدها يجهز إجراءات السفر عشان يسافر على تركيا، وكانت الأمور لحد اللحظة دي ماشية طبيعية جدا. لكن أول ما راح مطار اللد الإسرائيلي عشان يركب الطيارة، حصلت هنا المفاجأة، كأنه فخ مرتب ليه من البداية. بعد ما ركب الطيارة وكان قدامها 5 دقايق للصعود، تفاجأ بكابتن الطيارة بيقول إن الطيارة مش هتطلع عشان حصل فيها عطل فني، ولازم ينتظروا في قاعة الركاب لحين وصول طيارة أخرى. هنا محمد شهاب نزل من الطيارة مع الركاب، ولكن بيتفاجأ بمجموعة من الموساد الإسرائيلي متجمعين حواليه، وراحوا واخدينه من وسط الناس وركبوه عربية تبعهم. بعدها محمد شهاب اختفى تماما كأنه فص ملح وداب، وعدى أسبوع والتاني ولا حس ولا خبر، لحد ما في يوم بيتفاجأ رجال المخابرات المصرية على خبر تم نشره في الجريدة الإسرائيلية، وبيعلنوا فيه إنهم قبضوا على جاسوس داخل تل أبيب، والجاسوس ده تركي سعودي الأصل وبيعمل لصالح المخابرات العامة المصرية. وهنا كانت صدمة كبيرة لرجال المخابرات العامة المصرية، لدرجة إنهم ما كانوش عارفين اللي حصل ده حصل إزاي، وهل هو كان مخطط ليه من بداية دخوله تل أبيب ولا الموضوع تم عن طريق الصدفة. وداخل مبنى المخابرات العامة المصرية بيجتمع فريق من رجاله عشان يحللوا اللغز المحير ده، وقعدوا يناقشوا بعضهم بالساعات لحد ما مدير المخابرات قال لهم عشان نتفاهم الأمر ونشتغل على هدف محدد لازم نرجع لنقطة البداية من تاني. مين اللي طلب منا معلومة الأطلس عشان نتأكد منها؟ المخابرات الحربية. ومين اللي جاب المعلومة دي للمخابرات الحربية؟ مصدر تابع ليهم. كلام سليم، يبقى لازم نستعين بالمخابرات الحربية عشان توضح لنا المسألة دي. وفعلا المخابرات العامة تواصلت بالمخابرات الحربية. مين يا جماعة اللي جاب لكم معلومة الأطلس؟ قالوا لهم والله المعلومة وصلت لنا عن طريق الملحق العسكري بتاعنا اللي موجود في باريس. كلام منطقي. هنا بدأنا نمسك طرف الخيط من البداية. ابعتوا بقى برقية مستعجلة للملحق العسكري اللي في باريس عشان يجيلنا ونعرف منه معلومات أكتر. وفعلا بعتوا للملحق العسكري إنه يحجز أول طيارة ويجي القاهرة في أمر بالغ الخطورة. ولما وصل مبنى المخابرات العامة المصرية، مدير المخابرات قال له ممكن تشرح لنا أنت عرفت منين المعلومة دي؟ قال والله يا فندم إحنا معتمدين على واحد من رجالتنا اسمه الحركي عمر، وعمر ده من عرب 48 ويعتبر هو مصدر ثقة وبيشتغل معانا بقاله فترة كبيرة، وده غير انه تم اختباره عشرات المرات وفي عمليات كلها نجح فيها بنسبة 100%. مدير المخابرات كان رده صارم جدا لما قال له هات لنا الولد ده عشان نشوف ايه حكايته، مش يمكن يكون هو السبب في الكارثة اللي احنا فيها. الملحق العسكري رد على مدير المخابرات وقال له اللي تؤمر بيه يا فندم، خلال ساعة واحدة فقط أكون كتبت تقرير قدام سعادتك بوصف فيه كل المعلومات اللي احنا نملكها عن عمر. وفعلا الملحق العسكري كتب تقرير مفصل بحالة عمر، وعشان الموضوع ما يحتملش التأخير رجال المخابرات انتشروا في كل الأماكن اللي موجود فيها عمر، وزي ما الصهاينة ليهم عملاء بتساعدهم، رجال المخابرات ليهم عيون في كل مكان، وعشان كده قدروا يعرفوا خلال وقت صغير مين عمر ده بالظبط، واللي تم كشفه عن طريق عملائنا في باريس. وتعرف ان عمر ده عميل لصالح الموساد الاسرائيلي، وكل اللي عمله ده ما كانش بمحض الصدفة، لا ده كان مدرب ومجهز انه يقع في طريق الملحق العسكري بتاعنا في باريس، واللي قدر يخدعه خلال الشهور اللي فاتت دي كلها
معلومات كانت مغلوطة. طبعا حضرتك هتقولي ازاي الملحق العسكري ما خدش باله الفترة اللي فاتت دي كلها، وان اللي حصل ده يعتبر كارثة. وانا هقول لك كلام حضرتك سليم بنسبة 100%، ولكن عايز اوضح نقطة بسيطة. اللي زي عمر وكتير من عينته بيطلق عليهم اسم المندوب، والمندوب ده ما بيبقاش عنده ولاء لأي دولة، وهدفه الأول والأخير هو جمع المال. يعني ممكن يديك المعلومة النهاردة ويروح يوصلها لحد تاني مجرد إنه ياخد منه مبلغ أكبر من اللي أخده منك. لكن اللي عمل عمر ما كانش عادي، لا ده واحد مدرب ومجهز وعارف هو بيعمل ايه كويس جدا، وعشان كده احنا ابتلعنا الطعم. المهم بعد اللي حصل ده كان لازم المخابرات العامة المصرية ترد بأقوى هجمة مرتدة، وتعرف الصهاينة ان اللي حصل ده مش هيعدي بالساهل. وهنا احد رجال المخابرات بيقترح على الفريق المختص في العملية وقال لهم اننا لازم نرد في اسرع وقت ممكن، واللي هينفذ العملية هيكون نفس الشخص اللي جاب لنا المعلومات المغلوطة، هو نفسه عمر، بل كمان هو اللي هيجي لنا لحد عندنا من غير ما ندور عليه. طبعا معظم اللي حاضرين الاجتماع اعترضوا وقالوا ازاي احنا هنجند واحد بيشتغل مع اللي يدفع اكتر، وطالما بيحب المال احنا عمرنا ما هنقدر نسيطر عليه. وهنا بعد ما رجال المخابرات ناقشوا بعضهم اكتر من 12 ساعة، وفي نهاية المطاف وقع الاختيار على شاب مصري بيدرس في جامعة القاهرة اسمه عصمت أحمد عبد الكريم، وده هيكون الطعم اللي من خلاله هيصطادوا بيه عمر واللي معاه. وبدأ عصمت يتدرب على يد مجموعة من أكفأ ضباط المخابرات العامة المصرية، وحسب التعليمات اللي هينفذها انه هيسافر على باريس عشان يقضي اجازته هناك. والهدف من زيارته لباريس انه هيتردد على كل الاماكن اللي بيروح فيها عمر عميل الموساد، ويتعمد انه يقرب منه. وفعلا عصمت سافر على باريس وراح كل الاماكن اللي بيسهر فيها عمر، وخاصة الملاهي الليلية، ولحد ما عصمت قدر يقابل عمر وجها لوجه، وكل يوم والتاني يروح يسهر في نفس المكان اللي هو قاعد فيه، لدرجة ان عصمت كان بيوهم عمر ان هو سكران وفاقد الوعي ودايما فلوسه بتقع على الارض، لحد ما لفت انتباه عمر وقال لك اروح اشوف اخينا ده اللي كل يوم والتاني بيبقى سكران وفلوسه بتقع على الارض، يمكن اقلبه في قرشين. وفعلا عمر اخد بعضه وراح لعصمت وقال له انت شكلك عربي، ممكن اتعرف عليك؟ رد عليه وقال له انا اسمي عصمت احمد عبد الكريم. عمر قال له لهجتك بتقول انك مصري. عصمت رد وقال بالتاكيد. قال له طب انت بتعمل ايه هنا يا عصمت؟ جاي في شغل ولا دراسه؟ رد عليه وقال له ولا ده ولا ده، أنا طالب في كلية العلوم بجامعة القاهرة، وجيت زيارة لباريس عشان أقضي فترة أجازتي. وهنا بدأ يبقى فيه تعارض بين الطرفين، لحد ما عصمت رمى جملة في وسط الكلام، والجملة دي هي بداية الطعم اللي هيصطادوا بيه عمر، واللي غالبا كده بعد ما يسمعها هتوصل للموساد الإسرائيلي في نفس الليلة، ومش هيسيب عصمت بعدها ولا ثانية. المهم عصمت راح قايل له إنه ليه أخ يكبره سنا وبيشتغل في هيئة عمليات القوات المسلحة، وعشان ظروفه ما تسمحش رفض يجي معايا زيارة لباريس عشان يغير جو. وبعد ما عمر سمع المعلومة تخيل نفسه قدام منجم ذهب وقال لك هي دي المعلومات اللي هتكسبني ملايين الدولارات. بعدها عمر بدأ يلح على عصمت إنه قد إيه ارتاح ليه من أول ما شافه، ولازم يجي يبات معاه في الفندق بتاعه، وإنه مش ممكن أبدا يسيبه بعد كده ولا ثانية. وزي ما رجال المخابرات كانوا راسمين الخطة بالظبط، فضل عصمت يجاري عمر في كل شيء، وبقى كل يوم والتاني عمر يفاجئ عصمت ويقول له النهارده هعزمك على العشاء في المطعم الفلاني، النهارده هنسهر في ملهى ليلي، خد المبلغ ده خليه معاك. وهنا عصمت أو كأي شخص مكانه أكيد يعني هيشك في تصرفات عمر، كل يوم والتاني بيسهر في مكان مختلف وبيديله فلوس كتير. طب إيه المقابل؟ لحد ما عصمت سأله من باب المعرفة وقال له عايز أسألك سؤال يا عمر، ولكن أنا محرج منك جدا. رد عليه عمر وقال له اتفضل اسأل. قال له بصراحة من يوم ما اتقابلنا وانت كل يوم بتصرف عليا فلوس كتير، وانا لحد دلوقتي مش عارف انت بتشتغل ايه او بتعمل ايه بالظبط. رد عليه عمر وقال له اسمع يا عصمت، انا شغال في وكالة كبيرة جدا هدفها جمع المعلومات، يعني تقدر تقول كده صحفي، بس بشتغل في الخفاء. مهمتي اعرف المعلومة من هنا وبروح اعرضها على الوكالة، لو عجبتهم باخد عليها مبلغ كويس، وكل ما كانت المعلومة مهمة كل ما كان المبلغ أفضل بكتير. والموضوع كله بيعتمد على تركيز وتشغيل الدماغ، وهي دي كل الحكاية. ومن الآخر كده دي فرصة وجات لحد عندك، إيه رأيك لو تشتغل معايا؟ عصمت قال له والله أنا ما عنديش مانع، بس أفهم الأول إزاي بتجمع معلومات ومنين بتعرفها. رد عليه عمر عميل الموساد وقال له ده سؤال مهم، يعني معلومة زي اللي انت قلتها بتاعت اخوك الكبير اللي بيشتغل ضابط في هيئة عمليات القوات المسلحة، دي معلومة مهمة جدا وممكن تاخد عليها فلوس ما تحلمش بيها. وطبعا عصمت ما كانش بالسذاجة اللي ممكن تتخيلها، ولكن
ولكن دي تعليمات من المخابرات العامة المصرية إن عصمت يوهم عمر قد إيه بيحب المال وإنه عنده استعداد يضحي بأي شيء المهم يبقى معاه فلوس كتير، لحد ما عمر أقنع عصمت إنه لو قرب من أخوه ضابط الجيش وعرف منه أي معلومة في حدود شغله هيكون ليه راتب شهري ثابت، وده غير الحوافز والمكافآت لو المعلومة كانت بالغة الأهمية. وبعد ما عمر ابتلع الطعم بدأ عصمت يسأله إزاي هيجيب معلومات وإيه الطريقة المناسبة اللي من خلالها يحتفظ بأي معلومة يعرفها عشان يبعتها، لحد ما عمر وصل عصمت لضابط الموساد المسؤول عن تدريب عمر شخصيا، وبدأ يدرب عصمت على بعض القواعد في عالم الجاسوسية، زي إنه اتعلم طريقة الحبر السري، إزاي يبقى شخص لبق في الكلام، وإزاي يقرب من أخوه ويعرف منه أي معلومة من غير ما يكشفه، وأشياء من دي كتير، لحد ما عصمت أصبح مؤهل بنسبة 100%. وبعد ما تم تجهيزه ضابط الموساد قال له مهمتك بقى يا بطل أول ما ترجع على القاهرة تنفذ كل اللي انطلب منك. وفعلا عصمت رجع على القاهرة ونفذ كل حاجة حرفيا، وبالتنسيق بين المخابرات العامة والمخابرات الحربية قدر عصمت يحصل على معلومات بالغة الأهمية، وكانت معلومات كلها حقيقية بنسبة 100%، ولكن ما بين كل معلومة والتانية كان بيحصل عملية تلاعب في المعلومات، بمعنى إن كل معلومة بتوصل كان في معلومة مغلوطة هدفها تعكس خط سير المعلومة الأصلية وتحول نسبة الضرر بتاعها بمعدل 5%، يعني غالبا كده المعلومات أصبحت عديمة الفايدة. وعشان كده الموساد اقتنع بعصمت واعتبروه أفضل عميل بالنسبة لهم، ووجوده معاهم في الفترة دي أصبح بقى شيء مهم جدا، لدرجة إنهم بدأوا ينقلوه مرحلة جديدة في التجسس، من عميل بيبعت لهم أي معلومة بالحبر السري لعميل تاني خالص، وكان المطلوب منه يصور لهم أي حاجة يشوفها في مكتب أخوه، خرائط ماشي، ملفات سرية، يروح لأخوه مكان عمله ويصور المنشآت العسكرية، أي قطعة سلاح، المهم إنه يصور ويجمع معلومات ويبعتها له. وطبعا عصمت بعت لهم رسالة بالحبر السري بلسان المخابرات الحربية إنه ما عندوش مانع، بس موضوع التصوير ده صعب جدا لأنه ملوش في التصوير، وعشان يتعلم محتاج لوقت كبير. وعشان عصمت عميل متميز عندهم، الموساد قرر إن هو يبعت له ضابط الموساد المسؤول عن تدريبه عشان يدربه ويسلمه الكاميرا اللي هيصور بيها، ودي كانت أهم لحظة للمخابرات العامة المصرية عشان يرد عليهم، لأن ده كان الضابط المسؤول عن تدريب عمر، وهو اللي كان بيديله معلومات مغلوطة عشان يوصلها للمخابرات الحربية. المهم أول ما ضابط الموساد حط رجله في مطار القاهرة كان رجال المخابرات قابضين عليه، والمدهش بقى في الأمر إنه ما كانش نازل القاهرة مخصوص عشان يدرب عصمت لوحده، لا ده كان في تعليمات صادرة ليه إنه ينزل مصر عشان في شبكة كانت بتتم تجهيزها، والشبكة كانت مكونة من 7 أفراد، 2 يهود وواحد من جنسية مختلفة و4 أفراد مصريين. وبعد ما تم القبض على ضابط الموساد والشبكة اللي معاه تمت مبادلتهم مقابل إنهم يفرجوا عن البطل محمد شهاب ومجموعة أفراد متهمين في قضايا مختلفة، والموساد وقتها وافق وعملية التبادل تمت بنجاح. ولكن في رواية تانية بتقول بعد ما محمد شهاب اتقبض عليه اتعرض لأسوأ أنواع التعذيب واطلق سراحه بعد 5 سنوات، وعشان كده قررت المخابرات المصرية إنها تنتقم من ضابط الموساد وكل المجموعة اللي اتقبض عليهم، منهم اللي أخد إعدام ومنهم اللي أخد أحكام تتراوح ما بين 15 ل 25 سنة. أما بالنسبة لمحمد شهاب بعد خروجه من السجن لم يكشف عنه أي تقارير أو صورة تم نشرها، لأن الموضوع تم حجبه ومحدش عرف بعدها إيه اللي حصل له. المهم إن المخابرات رجعت حقه وانتقمت من كل واحد حاول يأذيه. ولحد هنا تكون نهاية حلقتنا، ولو ما كنتوش مشتركين في القناة فاشتركوا في القناة وتشرفونا وتنورونا دايما. سلام عليكم.